عزيزي المستمع، إذا ما كنتش تابعت الجزء اللي فات فأنا أنصحك إنك تتابعه عشان تعرف الأهوال اللي حصلت لصلاح في فيلا نجوى أم كامل، والنهاية المرعبة اللي وصلت ليها نجوى وصفية. أما دلوقتي فتعالوا نبتدي مع بعض نكمل الحكاية. ناردين كانت قلقانة لأن صلاح اتأخر في اتصاله بيها. فكرت ناردين إن هي تروح هي وهشام لسجن ترى، لأن ناردين كانت قضت وقت كبير تدور على السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية على أي حادثة تشبه حادثة رنا. كانت بتدور على نمط يشبه جريمة قتل كامل زي ما نصحتها ميس ماربل، وبالفعل كان في نمط مكرر أو جريمة تشبه في أحداثها جريمة قتل كامل واتهام رنا. أشرف الغندور كان هو النمط المتكرر، وهو راجل متهم بقتل زوجته وابنه وبيصر على إن البعبع هو اللي قتلهم، وطبعا تمت إدانته وإعدامه كان بعد أسبوع. صحيح كان في خيط ضعيف، لكنه أفضل خيط قدرت ناردين إنها توصله. وقفت العربية قدام سجن ترى، وهناك قابلت ناردين مدحت خطيبها السابق، وهو دكتور برتبة مقدم. كان مفروض إنه هيساعدهم في مقابلة أشرف الغندور بصفة ودية. أشرف الغندور ما كانش فيه أي حد مهتم لأمره، لا أهل ولا أصدقاء. ومن ناحية تانية مدحت كان لسه في قلبه مشاعر حب لناردين. أشرف الغندور زي ما وصفه الضابط إنه من وقت محاكمته ما تكلمش أي كلمة، ما كانش بيقول غير كلمة واحدة بس: البعبع. بتبدأ ناردين توجه كلامها لأشرف، وإن هي طلبت تقابله لأن في تشابه بين الحادثة بتاعته وحادثة تانية، وإنه اتهم كائن خارق للطبيعة بقتل أسرته، ورنا نفس الشيء، اتهمت كائن خارق للطبيعة غير موجود بقتل زوجها. يعني انتوا الاتنين يا أستاذ أشرف نفس الشيء. أشرف اتعرف على الشخصية اللي قدامه وعرف إنها ناردين الصباغ، وسألته إيه اللي حصل لزوجتك وابنك. وبدأ أشرف يحكي الحكاية الرهيبة. من شهور بدأ كل شيء. كان مع مراته إنجي وابنه عبد الرحمن في العربية. كان أشرف شارد وشاعر بالذنب لأنه بيخون مراته. صحيح إن هو كان بيعامل زوجته وابنه أفضل معاملة، لكن ده ما منعهوش إنه يشعر بالذنب. بيخرج أشرف من شروده وبيسأل ابنه عبد الرحمن اللي كان بيرسم على ورقة صغيرة، بيسأله: بترسم إيه يا عبد الرحمن؟ اوعى تقولي إنك بترسم نفس الرسومات عن البعبع. عبد الرحمن بيرد عليه وبيقوله: بس يا بابا البعبع حقيقي، أنا بشوفه كل يوم في أوضتي قبل ما أنام، وبيفضل يبصلي وبيزورني في أحلامي. أشرف بينه وبين نفسه بيتكلم: مفيش فايدة، طيب يا عبد الرحمن البعبع حقيقي. وفجأة بيدوس أشرف الفرامل بقوة. إيه ده؟ وبيبص هو وزوجته للطريق. أشرف بينزل من العربية وبيلاقي في سلك نحاس موازي للطريق اللي كانوا ماشيين عليه. بعد ما نزل من العربية ما انتبهش للراجل الطويل اللي كان لابس برنيت على راسه وفيه خطاف حديد في ايده، اللي اتسلل لعربيته بعد ما نزل منها. وفي الوقت اللي كان بيبص على السلك ما شافش الراجل الغامض وهو بيكتم نفس مراته إنجي وبيغرز الخطاف في صدرها. وكل ده قدام ابنه عبد الرحمن اللي فقد النطق اللحظة. بيبص الراجل لعبد الرحمن وهو بيبتسم له. أشرف في اللحظة دي كان لسه خارج العربية وبيكلم مراته، وهو بيقول: واحد عديم الفهم نسي السلك. وبيقف أشرف يبص على العربية في نفس اللحظة اللي الراجل المرعب كان بيغرز الخطاف في جسم ابنه. بيرجع أشرف لعربيته بسرعة وقلبه بيدق. الإزاز المكسور والدم كان في كل مكان. بيشوف جثة مراته وابنه بينزل على ركبته وبيحط إيده على راسه وهو مش مصدق اللي عينه شايفاه، وبيبكي وبيصرخ بشدة وبيطلب النجدة بعدها. البعبع قتلهم. ردد أشرف العبارة اللي كان بيقولها ابنه، ردد الكلمة بشرود. وناردين كانت مصدومة وأعصابها مشدودة. وبيسأله هشام: مين هي عشيقتك يا أستاذ أشرف؟ وفي طريقهم للخروج بيقول الضابط لناردين إن عشيقته ملهاش أي وجود، اسمها مريم، حاولنا نوصل لها بدون أي فايدة، دي موجودة بس في عقله، وأكيد الراجل ده مش طبيعي، مل من حياته ومل من مراته وابنه، فتخيل عشيقة من وحي خياله وقتل عيلته عشان يعيش في وهم للأبد. بتتخيل ناردين أصدقائها من الروايات وبتشوف بعينيها فان هيلسينج وهو بيفكر معاها. بعبع وخطاف حاد وقرين، احنا في مواجهة مع كيان واحد، كيان بيقتل وبيستمتع ان يشوف كبش فدا
بيتقدم في جريمة ما ارتكبهاش، يمكن نكون في مواجهة الشيطان نفسه. شيرلوك هولمز بيأيد كلامه وبيقول مريم عشيقة أشرف هي الخيط، مريم اللي ملهاش وجود هي المفتاح لكل شيء، لازم تدوري عليها يا ناردين وتلاقيها. بترجع ناردين بيتها وبتقعد قدام الحاسب، بتبدأ تحاول ترتب أفكارها بصوت عالي. زوجة بتحلف إن القرين هو اللي قتل جوزها، وزوج بيحلف إن البابع هو اللي قتل مراته وابنه، كل واحد منهم متهم بالجريمة والإعدام في انتظاره. وفي بنت اسمها مريم بيدعي أشرف إنها عشقته، لكن الشرطة ما لقيت لهاش أي أثر، كأنها من وحي خياله. ناردين بتحس إنها مرهقة، قضت اليوم كله بتتصل بمعارف أشرف، وقابلت بعض منهم مع هشام، وطلعت بمعلومة أخطر مما كانت تتصور. أشرف الغندور كان ساكن في نفس العمارة اللي كانت ساكنة فيها رنا مع كامل. ناردين بتكلم نفسها، أحيانا المستحيل بيكون هو الحقيقة. وفكرت ناردين بينها وبين نفسها، رنا قالت إنه كان في دوشة في الشقة الفاضية اللي فوقيها، وأشرف كان عايش في نفس العمارة اللي فيها الشقة دي. في سر في الشقة دي لازم تعرفه وتوصله. بتحاول ناردين من ناحية تانية تتصل بصلاح عشان تبلغه باللي قدرت توصله وترتب معاه عشان يروحوا مع هشام للشقة، لكن تليفونه كان لسه مقفول. ما بتلاقيش قدامها غير إنها تتصل بهشام اللي كان ساكن في نفس العمارة عشان تطلع منه بأي معلومات عن الشقة المهجورة. وبتنتهي المكالمة بعد اتفاقه معاها إنه في انتظارها. في الوقت ده كان في ظل لشخص بيتحرك ورا هشام في أوضة نومه. بتوصل ناردين العمارة الساعة 7 بالليل، كان يوم طويل بالنسبة لها مرت فيه بأحداث كتيرة. بيخرج هشام من العمارة وبيتوجهه للبواب، وهو راجل من الريف ما بيصدق أي فرصة عشان ياخد أي فلوس نظير أي معلومة أو نميمة على حد من السكان. بتحاول ناردين إنها تستدرجه في الكلام إذا كان شاف أو حس بأي حاجة مريبة خاصة برنا وكامل، فرد عليهم لأ بس وسكت بعدها. طبعا كان عاوز فلوس. ناردين ادته فلوس عشان يطلع كل اللي يعرفه، فقال لها إن رنا سألته مرة عن الشقة 207 وأنا قلت لها إنها شقة مهجورة. ناردين سألته مين اللي كان ساكن في الشقة 207، رد عليها إن الشقة دي مهجورة من سنين، وآخر واحد سكن فيها كان اسمه حاتم مع منى مراته، وحاتم مشي بعد ما ماتت مراته منى. ناردين قالت له يعني معنى كلامك إن الشقة دي مهجورة مفيهاش أي حد من سنين؟ قال لها أيوة. طلبت ناردين من الحارس مفتاح الشقة، فرد عليها إنه ما يملكش مفتاحها. حاولت ناردين إن هي تديله فلوس زيادة عشان تاخد منه المفتاح، لكن واضح إنه فعلا ما كانش معاه أي مفتاح للشقة. البواب كان معتقد إن ناردين صحفية بتجمع معلومات وأخبار عن القضية. ناردين قالت لهشام إن هم ضروري يدخلوا الشقة 207، لكن هشام كان شخصية تقليدية مش مغامرة زي شخصية صلاح. وصرحت ناردين بخيالها، انت فين يا صلاح؟ لو كنت موجود كنا اقتحمنا الشقة بأي طريقة. وبدأوا يتناقشوا على الخطوة الجاية هتكون ايه، من غير ما يلاحظوا ظل الشخص اللي كان بيبص عليهم من شقة موجودة في الدور السابع، وبالتحديد الشباك ده كان في شقة 207. رنا كانت مازالت في المستشفى، إنسانة وحيدة حزينة أحلامها كلها ضاعت، راقدة في مستشفى للأمراض النفسيين ومقيدة وفي انتظار حكم الإعدام. بتفكر في كل الأحداث اللي مرت بيها، جثة جوزها كامل وموت والدتها وأخوها واتهامها بالقتل. حست هي قد إيه وحيدة ومنبوذة من العالم كله. حتى في أحلامها كانت بتتخيل قرين كامل كأنه وحش مرعب، كانت بتصرخ وبتصحى من نومها مفزوعة وهي بتبكي بحرقة وألم. هشام في بيته كان بيفكر في رنا. هشام كان عارف إنه شخص مختلف، على الأقل دي نظرة الناس ليه. كان منطوي ومنعزل، كان عارف إن الناس بتسخر منه وبيتريقوا عليه، وبيفتكر هشام طفولته وتنمر زمايله عليه. بيفكر لما كانوا بيوقعوه على الأرض قد إيه كان ضعيف وما عندوش قدرة على مواجهتهم. هشام ما كانش بيلاقي ونس إلا مع الكتب والسينما، كان عايش بخياله مع شخصيات الروايات اللي كان بيقراها والأفلام اللي بيشوفها. بس خيال هشام ساعده في إنه يكون كاتب، خصوصا إن علاقاته كانت قليلة جدا. هشام مشكلته إنه ما قدرش يتغلب على خجله ويكون ليه علاقة مع أي بنت، ما قدرش يرتبط أو يكون صداقة مع أي بنت، وكان بيرتبك قدام أي واحدة يشوفها.
شعر هشام برهبة في تعامله مع ناردين، لكن رنا بالنسبة له كانت مختلفة، لأنه شعر إنها كانت بتتعاطف معاه. هشام كان حزين وهو بيفكر في رنا، وإزاي إنها أصبحت وحيدة وأرملة وحياتها في خطر. كان كل أمله إنه يقدر ينقذها. في الوقت ده ناردين كانت في بيتها بتحاول تتصل بصلاح بدون أي فايدة، وبدأت تشعر بالقلق عليه، وفكرت إنها تتصل بمدحت الضابط خطيبها السابق. وبالفعل اتصلت بيه وطلبت منه إنه يساعدها. قالت له إن هي شاكة إن صلاح حصل له حاجة، وحكت له إن صلاح محقق خاص راح لنجوى أم كامل، ومن ساعتها اختفى وملوش أي أثر. طبعا ناردين كانت بتطلب منه بصفة شخصية مش رسمية إن هو يساعدها، لأن هي كانت شاكة إن الشرطة هتستجيب بسرعة وتدور على صلاح. مدحت كان عارف إن ناردين عنيدة، وممكن تروح هي بنفسها لفيلا نجوى تشوف إيه اللي حصل لصلاح. عشان كده قال لها إنه هو اللي هيروح فيلا أم كامل يدور على صلاح، وهياخد معاه واحد من أصحابه. ناردين ما قدرتش تنام، وقررت إن هي كمان تروح لفيلا نجوى في الليلة دي. بتوصل عربية مدحت لفيلا نجوى، وكان معاه صديقه فتحي. كانت زيارة غير رسمية بيقوم بها مدحت عشان يرضي ناردين خطيبته السابقة. الاتنين اتوجهوا ناحية الفيلا، وقفوا قدام الباب ورنوا الجرس. وفتحي قال باستغراب لمدحت: مش غريبة شوية إن بوابة سور الفيلا مفتوحة، وكمان المدخل الرئيسي بتاعها؟ بيتفتح الباب فجأة، وبتظهر وراه بنت شقرة رفيعة في العشرينات من عمرها. اتفاجئ مدحت وفتحي بيها، قالوا لها إن هم مباحث وإن هم عاوزين يقابلوا مدام نجوى. اتفاجئ فتحي ومدحت بسلاسة غريبة من البنت اللي اتراجعت لورا وهي بتفتح الباب عشان يدخلوا. مدحت كان حاسس إن البنت شكلها مألوف بالنسبة له، كأن حد وصفها له قبل كده، أو يمكن يكون شافها، لكن إمتى وفين ما كانش عارف. مدحت وفتحي لاحظوا لما دخلوا إن المكان ضلمة جدا، وفتحي بيطلب من البنت الشقرة إنها تولع النور، بس البنت غريبة الأطوار رجعت لورا وهي بتبص لهم لحد ما اختفت وسط الظلام. مدحت وفتحي كل واحد فيهم بدأ يبص للتاني باستغراب، وكل واحد فيهم بدأ يحط إيده على سلاحه. وفجأة بتظهر البنت مرة تانية، والاتنين بيتجمدوا مكانهم من الرعب، لأن وشها المرة دي اتغير تماما، لأن هي كانت حاطة على وشها قناع شخص ميت، وكان معاها قوس في إيديها. وفي ثانية قبل ما أي حد يفهم اللي بيحصل، بينطلق السهم وبيستقر في منتصف جبهة فتحي، وبيتجمد في مكانه. مدحت بيبصله وهو مرعوب، وهو شايف السهم المؤخرة بتاعته بارزة من ورا راسه بعد ما اخترقته. بينزف فتحي وبيقع على وشه، ولسه مدحت هيصرخ، بيظهر الراجل اللي كان لابس بدلة من وراه، وبكل قوة بيضربه بالفاس في ظهره. بيقع مدحت على الأرض والألم بيقتله. بيحاول يقف، لكن عظم ظهره اتحطم تماما. بيزحف لقدام، وكان في شخص واقف قدامه، وفي ضوء القمر شاف مدحت أشلاء بشرية على جدران الفيلا. بيرفع الراجل الفاس وبيشق راس مدحت اللي اتوقفت عن الحركة تماما، وبيرحل عن العالم بتاعنا. وكان آخر شيء فكر فيه قبل ما يرحل من العالم بتاعنا هو إن البنت اللي معاها القوس بتشبه وصف أشرف الغندور لمريم عشيقته بشدة. بينضم الشاب للراجل والبنت وبيبتسموا لبعض، وفي نفس الوقت كان في عربية بتقرب من الفيلا. كانت ناردين اللي كانت قلقانة من محاولة الاتصال بمدحت أو صلاح بدون أي فايدة. طلبت ناردين من السواق إنه يستناها، واتجهت ناحية الفيلا، وبتوصل للباب اللي كان موارب، وشافت عربية مدحت وعربية صلاح بره. معنى كده إنهم كلهم في الفيلا. بدأ قلبها يدق بسرعة، حست إن في حاجة مريبة ومرعبة حصلت جوه الفيلا. حدسها في الجريمة وعالم الرعب أكد لها كده. بتسمع صوت فان هيلسينج بيدور في عقلها، وهو بيقول لها بلاش تدخلي الفيلا، في حاجة مش مفهومة حصلت. لكن ناردين ما كانش عندها بديل، مفيش تراجع، لازم تدخل. بيقترح عليها فان هيلسينج إنها تتسلل من ورا الفيلا. لاحظت ناردين بعد ما تفحصت المكان بعينيها إن في شيء مريع حصل. إزاز الشباك الخلفي كان مكسور وعليه دم. قلبها كان بيدق بسرعة. بتدخل من الشباك وبتلاقي نفسها في المطبخ. الدنيا كانت ضلمة جدا. بتحاول تخرج من المطبخ وبتلاقي نفسها في الصالة. بترفع عينيها وبتكتم صرخة كانت هتطلع منها، وهي شايفة راس صفية اللي كانت متعلقة فوق السلم، ودراعها على الكنبة والأشلاء في كل مكان. وزاد من رعبها
الهدوء الغريب والمريب اللي بيسيطر على المكان، وضوء القمر اللي كانت بتشوف من خلاله التفاصيل دي. بتحاول ناردين إنها تتمالك أعصابها. ميزت ناردين جسم نجوى مصلوب على الحيطة. حاولت ناردين تخالف طبيعتها وفضولها في إنها تدور على صلاح ومدحت. طلعت الموبايل بس ما كانش فيه شبكة، وفجأة وسط أفكارها بتظهر البنت من وراها وبتختفي في ركن من الأركان. وشافت ناردين راجل طويل جدا داخل المطبخ، كان لابس قناع، ما قدرش تتبين ملامحه في الضلمة. كان واقف قدام التلاجة في صمت، كان خلاص على وشك إنه يشوفها. حاولت ناردين إنها تطلع من المطبخ وهي بتزحف على ركبتها وإيديها. بتوصل للصالة وبتستخبى تحت كرسي بدون أي صوت أو نفس، بس الكرسي كان تحتيه جثة مدحت. بتبص ناحيتها وكانت هتصرخ، لكن تملكت نفسها في آخر لحظة، بس أنفاسها كانت سريعة. كان في جثة تانية جنب مدحت، وسألت ناردين نفسها يا ترى ممكن تكون صلاح؟ وبتبكي ناردين. مدحت وصلاح اتقتلوا؟ ومين المسخ اللي كان على وشه قناع في المطبخ؟ يا ترى ممكن يكون كامل أو قرين كامل؟ بتحس ناردين إن في حد واقف فوق الكرسي اللي كانت مستخبية تحته. حاولت إن هي تكون هادية على قد ما تقدر. فوق الكنبة كانت البنت واقفة بتدور بعينيها في المكان وهي معجبة بيه، وهي بترقص بنعومة على أنغام مش مسموعة. بتسمع ناردين صوت خطوات بتقرب من الباب، وبتسأل ناردين نفسها معنى كده إن في 3 من القتلة. يا ترى القرين واحد منهم؟ وإيه اللي بيعملوه هنا؟ صحيح إن ده بيت كامل، بس هي مش فاهمة أي حاجة، مش لاقية أي رابط يربط بين الأحداث دي. مفيش أي تفسير منطقي للي بيحصل. بتقرب أقدام الشخص التالت وبيقف جنب راسها بالظبط، وبدون أي مقدمات بيمشي لجثة مدحت وبيفصل راسه عن جسمه، وبيبدأ هو والبنت في التمثيل وتقطيع الجثة. كل ده كان قدام عين ناردين اللي ما كانتش مصدقة اللي شايفاه، مش مصدقة المذبحة اللي بتدور قدامها. بيشيل الراجل اللي كان لابس بدلة راس مدحت وبيعلقها جنب مصباح إضاءة، كأنهم بيزينوا المكان بيه، كأنهم بيزينوا المكان بجثث البشر. ونفس اللي عملوه مع مدحت نفس الشيء عملوه مع جثة فتحي اللي راسه اتدحرجت جنب ناردين بالظبط. بيمشي الراجل عشان ياخدها، بس الشاب انحنى وأخد الراس من تحت الكرسي اللي كانت مستخبية تحتيه ناردين، وبيديها للراجل اللي لابس البدلة. ناردين كانت متأكدة إن الشاب هيشوفها، حست إنه في أي وقت هيقبض عليها ويخنقها من رقبتها، لكن مفيش حاجة حصلت. مرت لحظات انتظار كأنها سنين. حست ناردين إن هي في بيت الرعب، قتل وتمثيل بالجثث وأشلاء متعلقة على جدران الفيلا ومنتشرة على الأرض وعلى الكنب والكراسي، ما قدرش تتحرك من مكانها. بيتفتح باب الفيلا وبيدخل راجل رابع، ومن خلال لغة الجسد بتفهم ناردين إنهم واقفين له باحترام. ناردين كانت عايزة تعرف مين الشخص الرابع ده. واضح إن القائد بتاعهم يمكن يكون كامل القرين وهم أتباعه. بتشوفهم ناردين ماشيين ورا الشخص الرابع وهم خارجين من الفيلا، وبتسأل بينها وبين نفسها هل مشيوا فعلا؟ بس بتفضل تحت الكرسي مش مصدقة. وهنا بتلمح البنت وهي ماشية معاهم بدون قناع، وبتفكر ناردين مريم، هي مريم عشيقة أشرف الغندور. أشرف ما كانش مقبول، مريم طلعت حقيقية. بيختفوا عن عينيها، وبتفضل ناردين مستخبية تحت الكرسي نص ساعة كاملة، خايفة إنها تطلع، مستنية إن أي حد منهم يرجع تاني، مش عارفة تعمل إيه. ناردين كانت حاسة بالذنب تجاه مدحت وفتحي، كانت حاسة بالأسف تجاههم، لكن ما قدرش إنها تعمل أي حاجة. في الآخر بتتشجع ناردين وبتخرج من تحت الكرسي. بتقف وهي بتبكي وسط كل الموت اللي شايفاه. بتخرج من الفيلا بنفس الطريقة اللي دخلت بيها، من الشباك الخلفي، لأن هي خافت إن هما يكونوا برا الفيلا. ومن بعيد شافت العربية الأوبر اللي جت فيها. ياه، أنا كنت نسيت أمرها خالص. بتمشي ناردين تجاه العربية وهي بتبص كل شوية وراها، وبيبص لها السواق اللي كان مشغول بموبايله، بيبص لحالتها ودموعها وبيرفع حاجبه مش فاهم أي حاجة. بتفتح الباب وبتركب ناردين العربية وهي بتقوله اطلع على أقرب اسم شرطة. بيدور العربية، حاول إن هو يشاور لها على حاجة بس هي ما خدتش بالها. بتحط ناردين راسها على شباك العربية وبتسند راسها عليه وهي بتبكي. افتكرت مدحت خطيبها السابق، افتكرت قد ايه كان بيحبها، وافتكرت انه دلوقتي ميت بسببها. مش ممكن تسامح نفسها. بس مين دول؟ مين القتلة دول؟ وشافت في عقلها هولمز بينصحها انها ترجع لنقطة البداية اذا تعقدت الامور.
البداية كانت ليلة قتل كامل. لأ، الحكاية بدأت قبل كده. الحكاية بدأت مع أشرف الغندور، وبدأت ناردين تفكر أشرف الغندور بيخون مراته مع بنت اسمها مريم، ومريم كل المعلومات اللي اديتها لأشرف عنها كانت غير حقيقية، عشان كده محدش عارف يوصل لها، والشرطة اعتقدت إنه ألف حكايتها من دماغه. مريم ليه دخلت حياة أشرف؟ أكيد دخلت حياته لسبب معين، يمكن عشان تتخلص من عيلته، ولا عشان تعرف تحركاتهم والأماكن اللي بيروحوها. وحسب كلام أشرف إن علاقته بمريم استمرت لسنين بعد ما وقع في حبها. بعدها بيقتل البعبع عيلة أشرف. البعبع كان راجل رفيع لابس برنيطة وله ضوافر مركب فيها سكاكين زي ما أشرف وصفه. الراجل أو البعبع ده بيقتل زوجة أشرف وابنه، وبيتم اتهام أشرف الغندور بالجريمة. أشرف كان عايش في نفس عمارة رنا، واللي اتهموها بقتل جوزها كامل، واللي بتأكد إن القرين هو اللي قتله. بترجع ناردين للواقع وبتفكر في 3 من القتلة لابسين أقنعة بيقتلوا وبيمثلوا بأي حد داخل بيت كامل. وسألت ناردين نفسها، هل القرين حقيقي؟ طيب هل البعبع حقيقي؟ ومين هو البعبع؟ بتفتكر ناردين حكايات الأمهات لأولادهم عن البعبع، حكايات قبل النوم المخيفة، مع اختلاف البعبع حسب البلاد والثقافات. مثلا في إنجلترا البعبع كان هو خيال المآتة أو الرجل الذئب، وفي مصر كانت أمنا الغولة وأبو رجل مسلوخة والبعبع. الآباء كانوا بيرسخوا الحكايات دي في عقول أطفالهم وبيخوفوهم بيها عشان يسمعوا الكلام ويخلصوا أكلهم ويعملوا الواجب بتاعهم. البعبع كان هو الفزاعة اللي الأمهات كانوا بيخوفوا أولادهم بيها لو عملوا أي حاجة غلط. بتفوق ناردين من أفكارها وبترجع للواقع مرة تانية. بتلاحظ إن السواق بيدور في دواير. بتبص لموبايلها بتلاقيه بعت لها رسالة إن في قاتلة مستخبية في المقعد الخلفي للعربية ومعاها سلاح، وإنها أجبرته على انتظارها. بتبص لها ناردين وهي مرعوبة. معنى كده إن هما مثلوا إن هما مشيوا، بس الحقيقة إن هما لقوا عربية السواق وعرفوا بوجودها واستنوها، وواحد منهم معاها دلوقتي في العربية. قبل ما ناردين تركب العربية، الراجل اللي كان لابس البدلة كان بيدور عربيته، وبيلتفت الشاب حواليه بيدور على البنت بس مش بيلاقيها. ومن بعيد شاف البنت بتتجه للعربية الأوبر وفي سكينة بتلمع في إيديها. بتبص ناردين في انعكاس مراية العربية، بتحاول تشوف أي حاجة وبتبدأ إنها تتكلم. بتضحك في هستيريا وبصوت عالي. السواق بيبص لها باستغراب مش فاهم أي حاجة. والبنت اللي كانت مستخبية في المقعد الخلفي بتفكر، بتحاول تفهم سبب ضحك ناردين. بتقول ناردين وهي بتضحك بصوت عالي، أنا عارفة إنك ورايا، بس قبل ما تقتليني اعرفي إني فهمت كل حاجة. في اللحظة دي البنت بتنقض على ناردين وبتهددها بالسكينة اللي كانت في إيديها، وبتمسك ناردين إيديها وبيفرمل السواق فجأة عشان يوقف الاتنين. بتندفع البنت خارج العربية وبيدوس السواق البنزين بسرعة وبيبعد عن المكان. بتطلع البنت الكوس من ورا ظهرها وبتحط فيه سهم وبتغرس السهم في مؤخرة راس السواق اللي بيتصلب في مكانه وبيقع بتقله كله على الدركسيون. وبتميل العربية يمين وشمال في سرعة جنونية. بتحاول ناردين إنها تحافظ على اتجاه العربية، بتحاول تشيل رجل السواق وبتضغط على الفرامل عشان يوقف العربية. وبتندفع العربية بمنتهى السرعة ناحية شجرة. بتحاول ناردين إنها تتفاداها وبتنقلب العربية وبترتطم بالأرض ومعاها راس ناردين. وبعد مرور فترة من الوقت بتقدر ناردين تفتح عينيها. كانت الدنيا كلها ضلمة والإزاز المكسور وريحة بنزين العربية منتشرة في كل مكان. بتحاول ناردين إنها تخرج من العربية اللي اتحولت لكتلة عجين من المعدن، وجنبها جسم السواق اللي اتهشمت راسه تماما. بتحاول إنها تتعدل بس كان في ألم رهيب في رقبتها وجسمها كله. بتحاول تحرك رجلها، كان في ألم قوي في كل جسمها. فجأة البنت بتمد إيديها من شباك العربية وبتمسك شعرها وبتجذبها لورا بقوة على الطريق الخالي بعيد عن العربية المحطمة، وكانت بتجرها بقوة وبسرعة. وبتصرخ ناردين. بتقعد البنت فوقيها وهي حاطة صباعها على بقها بتأمرها إنها تسكت. كانت عارفة إنها هتقتلها وإن الثواني الباقية ثمينة جدا ومن حقها إنها تفهم. قالت ناردين كلمة واحدة بس: الشقة. بدأت ناردين تفكر، يمكن تكون الشقة 207 دي شقة ملعونة بتجذب كائنات شريرة زي البعبع والقرين. الأول خلص على عيلة أشرف الغندور، والتاني قتل كامل،
وبيتم اتهام بشر أبرياء بارتكاب الجرائم دي. ويا ترى المجرمين اللي في فيلا نجوى بشر جذبتهم قوة الشر الموجودة في الشقة، وقوة الشر دي دفعتهم إن هي تقتل باقي عيلة كامل؟ رنا كانت اتكلمت قبل كده عن أصوات بتسمعها جاية من الشقة المهجورة، وعن عفش بيتم نقله الفجر جوه الشقة. يا ترى دي ممكن تكون أصوات الشياطين؟ هتفضل الأسئلة دي من غير إجابة. ليه مريم ظهرت في حياة أشرف؟ وليه في التوقيت ده بالذات بتتذبح نجوى في فيلتها؟ بترجع ناردين للحظة المرعبة اللي كانت فيها. البنت كانت بتمشي بالسكينة على وش ناردين قبل ما تقبض ايديها على شعرها وتحط السكينة على رقبتها. ومن ورا البنت بتقف عربية. بتشوف ناردين الراجل اللي كان لابس بدلة بينزل من العربية، وفي الكرسي اللي كان جنبه كان قاعد الشاب وبينزل هو كمان. كل واحد فيهم كان لابس قناع بعكس مريم. ناردين بتبكي، هيقتلوني ويمثلوا بجثتي زي ما عملوا مع نجوى ومدحت وفتحي، وبتغمض عينيها في استسلام. وفي الوقت اللي الراجل اللي كان لابس بدلة بيرفع الفاس بتصرخ ناردين، بس البنت اللي كانت قاعدة فوقها ثبتت حركتها. أما الشاب اللي كان واقف وراهم فبتحصل منه حاجة غريبة جدا. بيضرب برجله الراجل اللي كان لابس بدلة بمنتهى القوة في وشه، وبيلف بسرعة وبيطعن البنت بالسكينة في رقبتها. بيحاول الراجل اللي لابس بدلة إنه يحاول يهاجم الشاب، وبيقعوا هما الاتنين على الأرض، وبيطعن الشاب الراجل في معدته بالسكينة، وبتهمت حركة الراجل اللي كان لابس بدلة وبيموت هو والبنت. وبتبصله ناردين وهي مش فاهمة أي حاجة. الشاب بيمد إيده وبيشيل القناع اللي كان على وشه، وبتبصله ناردين وهي مش مصدقة، وبتفهم إن الشاب ده هو صلاح نفسه. هنرجع لورا شوية وقت ما صلاح كان أتباع القرين الثلاثة بينقضوا عليه، وقائدهم كان واقف وسط الضلمة بيراقب اللي بيحصل. بيقدر صلاح إنه يتفادى السكينة اللي كانت في إيد الشاب وبيضربه في أسنانه، وبيقدر إنه يحمي نفسه من السكينة اللي كانت مع البنت. والراجل اللي كان لابس بدلة لسه هينزل عليه بالفاس بيقدر يقوم وبيجري بكل قوة. التلاتة بدأوا يبصوله، وبيتجه الشاب اللي كان لابس قناع وراه، وبترجع البنت والراجل اللي كان لابس البدلة للفيلا. بيطارد الشاب صلاح وبيقدر يوصله، بس صلاح كان في قمة الغضب من كل اللي شافه، موت نجوى وتمثيلهم بجسم صفية، وقدر انه يتغلب على الشاب وفضل يضربه، وقدر يوقعه على الأرض وأخد السكينة منه وخلص عليه. فكر صلاح انه يرجع لناردين ويحكي لها على كل اللي حصل ويطلب الشرطة، بس بدأ يتراجع في اللحظة الأخيرة. بيفكر صلاح في خطة تانية. بيفكر إنه ممكن على ما تيجي الشرطة الملاعين دول هيكونوا اختفوا، وساعتها مش هيقدر يعرف دول مين ولا إيه الحقيقة اللي وراهم. ومن غير تفكير بيلبس صلاح قناع الشاب وهدومه. بعدها عين صلاح كانت على الطريق اللي بيوصل للفيلا، وبيرجع صلاح للفيلا وهو منتحل شخصية الشاب اللي قتله ولابس القناع بتاعه. بيرجع صلاح من أفكاره لناردين وبيبدأ يساعدها على الوقوف. وقال لناردين إن هم كانوا قتلوا مدحت بالفعل لما رجع لهم، ما كانش فيه أي وقت عشان ينقذوا. وحاولت إن أنا أتمالك أعصابي وأنا شايفهم بيمثلوا بجثث الميتين وبيزينوا بيها الفيلا، وشفتك تحت الكرسي وإنتي مستخبية، وقررت إن أنا لازم أخلص عليهم قبل ما يكتشفوا وجودك، بس ما شافوكيش. وبيجي الراجل قائدهم اللي كان دايما موجود وبيراقب من بعيد، بس أنا مش عارف هو مين. وبيطلعوا كلهم وراه من الفيلا، وبيركب قائدهم العربية وبيمشي. وعرف صلاح إن البنت اتسللت العربية اللي كانت جاية ناردين فيها، وإنهم اكتشفوا وجودها لما شافوا عربية السواق. وفجأة شاف العربية وهي بتتقلب والبنت بتخرج ناردين من العربية. صلاح كان فاكر إن ناردين ماتت، بس الحمد لله كانت لسه عايشة. ناردين قالت لصلاح لازم نفهم إيه اللي بيحصل، وصلاح قال لها إن عنده نظرية بتفسر اللي حصل. يا ترى إيه هي نظرية صلاح؟ استنوني في الجزء الأخير عشان نعرف السر ورا ظهور القرين.